في واحد اعرفه اول ما تشوفه كده تقول ده غني جدا، موبايل جديد كل شويه ولبس شيك وخروجات في اماكن غاليه. بس مره واحده الجمله غريبه: انا تعبان بس مش عارف ابطل. ساعتها فهمت ان الموضوع مش فلوس خالص. في ناس كتير فاكره ان اللي بيحاول يبان غني وهو مش كده ده انسان كذاب، بس الحقيقه اهدى من كده واصعب في نفس الوقت، لانه مش بيكذب على الناس، هو بيحاول يهرب من احساس جواه، احساس انه اقل او متاخر او مش كفايه، فبيحاول يشتري الاحساس مش بيشتري الحاجه. طب بص حواليك كده، كل يوم بتفتح موبايلك بتشوف صور ناس مسافره وناس معاها عربيات وناس قاعده في اماكن غاليه جدا، حتى لو عارف ان كل ده مش حقيقي بس عقلك بيقارن، والمقارنه دي بتخلق ضغط يخليك عايز تلحق، مش عشان تبقى غني بس علشان ما تحسش انك اقل منهم. طب ليه الاستعراض ده بيبقى مغري قوي كده؟ لان نتائجه سريعه. تلبس حاجه غاليه وشيك فالناس يبصوا لك بنظره اعجاب، تنزل مكان شيك تحس انك وصلت، لكن المشكله ان الاحساس ده مؤقت جدا، زي المسكن يهدي الوجع شويه وبعدين يرجع اقوى من الاول. المشكله مش في الفلوس اللي بتصرف، المشكله في الدايره اللي بتدخل نفسك فيها. تحاول تبان بشكل معين فتتصرف على الاساس ده، فتضغط ماديا، فتحس بقلق، فترجع تحاول تغطي ده كله بمظهر اكتر، وهكذا لحد ما تلاقي نفسك جوه دايره ومش عارف تخرج منها. بس استنى لحظه، ممكن تكون فاكر طول الوقت ان احنا بنتكلم عن ناس تانية اللي بيستعرضوا واللي بيحاولوا يبانوا اغنياء، بس الحقيقه الموضوع مش عنهم بس، الموضوع ممكن يبقى عنك وعن انا كمان وعن ناس كتير جدا حوالينا. احنا مش بنحاول نبان اغنياء بس في الفلوس، احنا بنحاول نعمل نفس الحاجه في حياتنا كلها. بنضحك واحنا متضايقين، بنقول تمام واحنا مش قد كده، تقول انا كويس وانت مش احسن حاجه. يعني فكره انك تمثل انك مرتاح مش بعيده قوي عن فكره انك تمثل انك غني، الاتنين بنفس الفكره بس بشكل مختلف. وساعتها الموضوع ما بقاش عن الفلوس خالص، بقى عن حاجه اعمق بكتير، انك لازم تبان حاجه كبيره علشان تتحب. يمكن عشان كده في ناس كتير مش بتصرف عشان الفلوس، هي بتصرف علشان الاحساس، احساس انها مقبوله وانها ناجحه وانها وصلت، حتى لو الاحساس ده مؤقت. الغني الحقيقي بيبقى غالبا هادي، مش مستني نظره اعجاب من حد ومش محتاج يثبت نفسه ومش خايف من بكره. ممكن تلاقيه بسيط جدا بس مرتاح، لانه مش بيصرف عشان يبان، هو بيصرف عشان يعيش. فقبل ما تعمل اي حاجه اسال نفسك سؤال: انا بعمل الحاجه دي ليه؟ عشان محتاجها ولا عشان محتاج حد يشوفها؟ السؤال ده ممكن ينقذك انك تدخل دايره وما تعرفش تخرج منها. فمش كل حد بيستعرض غني، ومش كل حد بسيط فقير، بس اخطر حاجه انك ممكن تفضل طول عمرك تجري ورا صوره وتنسى انت كنت مين اصلا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتكتب لي رايك تحت.